السلام عليكم. انا عارف انك ممكن تكون ايجنسي اونر، عندك ديجيتال ماركتنج ايجنسي بتاعتك، او ممكن تكون بيرفورمانس ماركتير، فريلانسر، ويب ديفلوبمنت وهكذا، او ويب ديفلوبر، او ممكن تكون كمان كوتش او ترينر بتبيع الكوتشنج بروجرامز بتاعتك او الكورسز باسعار ممكن تكون بتبدا من 5000 10000 فما فوق او اقل كمان. عارف ان في مشاكل كتير بتقابلك واعتراضات من العملاء كتير، زي اعتراض على السعر واعتراضات على القيمه اللي انت ممكن تكون بتقدمها نفسها، ومشاكل ممكن تكون موجوده في الاوفر بتاعك، في ان انا ازاي اجيب عملاء محتملين مهتمين. مشاكل كتير جدا في الحاجات دي كلها هنبدا نتكلم عنها بالتفصيل الممل. بس اول حاجه انا عايز اتكلم عليها الا وهي اول مشكله هبدا بيها. بس قبل ما ابدا في المشكله دي انا هقول لك 3 قصص مختلفين لثلاث اشخاص، وبعد كده هبدا اشرح لك وانت بنفسك هتفهم انا عايز اوصل لك ايه من القصص وانا بحكيها. اول قصه عندي هي حصلت لي انا شخصيا. صديق ليا اتصل عليا في يوم من الايام: محمود، انا معايا براند لحد مشهور في مجال ما معين في القاهره، وعايزين نشتغل معاه في الميديا باينج، وكمان نقدر نعمله السوشيال ميديا بتاعته. رحنا وقعدنا واتفقنا والكلام ده كله، ولكن الاتفاق اخذ تقريبا 2 أو 3 قعدات بالكتير، وكمان فضلنا بنتناقش في السعر حوالي ساعه او اكتر. طيب ده حصل نتيجه ايه؟ وفي الاخر الحمد لله اخذنا الديل، بس للاسف الشديد اخذناه بسعر قليل جدا. الشركه اللي كانت بتشتغل البراند ده قبلنا كانت واخده بسعر ضعفين او 3. طيب يا ترى هل ده حصل ليه؟ عايزك تفكر في الموضوع ده على ما احكي لك القصه الثانيه واجي لك للقصه الثالثه كمان. القصه الثانيه كانت لعميل عندي، والعميل ده كان بيشتكي دايما ان العملاء جودتها قليله، بتدفع قليل، وكان عنده الماركتنج ايجنسي بتاعته بيدفعوا له قليل. الحاجات دي كلها الانكم ما بيساويش المجهود اللي هو بيعمله، رغم ان هو بيشتغل وبيعمل كل الشغل بنفسه. وخلي بالك انا ركز هنا قوي القصه دي لفريلانسر مش لماركتنج ايجنسي زي ما انا كنت قلت في الاول. فخلينا نكمل القصه بتاعتنا. فالشخص ده بيعمل حاجات كتير جدا، بيعمل ميديا باينج، بيعمل كونتنت، بيصور، بيعمل كل حاجه بنفسه، ولكن العميل في الاخر بيشوف ان هو عايز الشخص ده يشتغل له بسعر قليل، بسعر موظف ماركتنج عادي ممكن يكون سعره بيتراوح من 3 ل 5000 جنيه. يا ترى ايه السر في الموضوع ده؟ ركز علشان لسه الكلام جاي. القصه الثالثه كانت لصديق شخصي ليا، كان قاعد مع عميل، وسعر صديقي ده بريميوم تيكت. كان قاعد مع العميل ده وهم بيتعشوا بيتكلموا في الشغل، وبعد العشاء صديقي وهو بيطلع الكريدت كارد بتاعته عشان يحاسب، فهو بيطلع فبيفند الكريدتس اللي موجوده عنده، فمنهم كارت بريميوم. الكارت ده بريميوم، والناس اللي شغاله في قطاع البنوك او عندها علم حاجه زي كده تعرف يعني ايه كارت بريميوم. لما تكون العميل بياخد كارت بريميوم فده معناه ان هو في حسابه كام في البنك والحاجات دي كلها. فالمهم العميل لمح كلمه بريميوم على الكريدت دي وهو بيفنط عشان يطلع الكريدت اللي هيحسب منها، فقال له فمسك كده قال له استغرب، قال له انت معاك كارت بريميوم؟ قال له اه. قال له ده انا جدي عاش ومات وما طلعش الكارت ده. فالصديقي بيحكي ويقول لي ان ممكن تكون يا محمود البيعه اتقفلت وقتها بسبب الكارت ده، رغم ان هو صديقي نفسه ممكن يكون كان كل اللي في دماغه انه بيحط فلوس في حسابه في البنك، بس مش كان في دماغه ان هو عايز يطلع بريميوم كارد او حاجه زي كده. هو ممكن يكون شاف ان هو جاي يحط مبلغ كبير في البنك، فقال لك ده عميل في اي بي فنطلع له بريميوم كارد. دي ثالث قصه. اللي انا عايز اقوله من الثلاث قصص دول ايه؟ ان العميل بيسعر في عقله اللاواعي قبل عقله الواعي. يعني العميل لما انت بيشوفك ويشوف هيئتك والبراندنج والبراند ايمج بتاعتك بيبدا يحط سعر تقريبي في خياله. انا مثلا شفت وليكن مثلا محمود بيعمل اكس، بس محمود بيشتغل لوحده، يعني هو فريلانسر. فالفريلانسر للاسف الشديد عندنا في مصر يعني بقى يعني بره عامه الفريلانسر ليه وضعه واخد هيبته، والشركات بتدور على ناس عندها المينتاليتي بتاعت الفريلانسنج وبتشتغل فريلانسر. ليه؟ لانهم عارفين ان الشخص ده عنده قدرات وسكيلز كتيره جدا ورهيبه، عارف يجيب عملاء لنفسه، عارف يشتغل مع نفسه، عنده تايم مانجمنت، مش بيتهاون في الوقت. فكل المشاكل اللي ممكن يكون بيعاني منها موظف عادي من ان هو التاسكس الحاجات دي كلها، الفريلانسر ما بيقدرش ان هو او بيطور نفسه مع الوقت علشان المشاكل دي يقدر ان هو يتغلب عليها. فانا على سبيل المثال لما كنت بعمل انترفيو قبل كده مع شركه هنديه، فاول ما لقيت الشخص اللي بيحاورني وبيعمل انترفيو عارف ان انا فريلانسر، بدا ان هو يسالني، ولقيته ان هو بدا اهتمامه يتحول وبدا اهتمامه يكون قوي جدا. وطيب انت بتعمل ايه؟ طب مش عارف ايه؟ طب الكلام ده كله بدا يتناقش كانه ساب الانترفيو كله ومسك في حته ان انا فريلانسر. ليه؟ لان هم عارفين ان الناس دي بتكون كنز للشركات، بتوفر عليهم كتير جدا ومصاريف كتير وتامين اجتماعي وصحي والحاجات دي كلها.
اللي انا عايز اقوله لك برضو واللي عايزين نوصل له فكره ان انا زي ما قلت التسعير اللا ادراكي. لو انا دلوقتي زي ما قلت لك ان انا شخص بشتغل لوحدي، بعد ما انا بشتغل لوحدي والعميل شايف ان انا بشتغل لوحدي، ففي الغالب زي ما قلت لك هيديني مرتب قليل. ليه؟ انا ما عنديش مصاريف، يعني انا ما عنديش مثلا مكان باجره بصرف عليه، ما عنديش الحاجات اللي هي ممكن تكون عندي شركه، رغم ان انا ممكن اكون شاطر جدا واشطر من ناس كتير جدا. وده انا بشوفه مع العملاء بتوعي ان هم بيكونوا اشطر من ناس كتير جدا فاتحين شركات جوه الماركت، بس الشركات دي بتاخد فلوس اكتر بكتير جدا منهم بسبب البراند ايمج بتاعتهم. واللي انا بتكلم فيه ده هو جزء صغير جدا من البراندنج. البراندنج هو بحر كبير، لان في ناس كتير بتهمل البراندنج. خليك دايما فاهم ان انت في سوق، يعني احنا في مصر دلوقتي لازم تعرف السوق ده توجهه ايه. المصريين بطبعهم شعب بيحب الوجاهه، بيحب ان هو يتعامل مع حد يكون الكواليتي بتاعته عاليه، سيرفيس بروفايدر. اللي انت محتاج تعمله انك تماتش الصوره دي، انك تبني البراند بتاعك، تهتم بالبراند ايمج بتاعتك بالتفاصيل بكل حاجه، علشان في الاخر تقدر انك تاخد سعر عالي. وفي نفس الوقت برضه هم بيحبوا ان الشخص يكون بيصرف على البيزنس بتاعه. تخيل معايا مثلا ان انت شخص فريلانسر وانك بقالك كذا سنه في المجال ده 5 6 سنين وبتعمل كونتنت قدام العملاء والكلام ده كله، ما جاش في دماغ العميل ده في مره هو ليه ما عملش مكتب على ارض الواقع؟ تقول لي مثلا ايه، طب انا بوفر الكلام ده كله. العميل ما بيبصلهاش من الزاويه دي، واغلب الناس عشان عارف انك دلوقتي هتقول لي طب يا محمود في ناس بتعمل بيرسونال براندنج قوي جدا وعالي وما بيتقالهاش الكلام ده كله، او العميل ما بيشوفش بالطريقه دي. هقول لك الناس دي بعد كده بتبني سيستمز للشغل وبيبداوا يعملوا هايرنج للناس، سواء ان هو بيهاير الناس دي بير بروجكت، يعني هو معاه مشروع معين مثلا، فالمشروع ده مثلا تكلفته عليه 20000 جنيه، فبيشوف فريلانسر يعمله له او حد يسند له المشروع ده بالبروجكت ويديله في البروجكت ده مثلا 5000 جنيه 7000 جنيه ايا يكن اللي بيتفقوا عليه، وبياخد الباقي لنفسه. اوكي، او بيشغل حد معاه بارت تايم لو هو الشغل بتاعه مستمر ولكن ايه مش بالكاش فلو المطلوب. فدي اول حاجه انت محتاج ان انت تفهمها، سواء انت كوتش او ترينر او الكلام ده كله. وبرده علشان في نقطه مهمه جدا وفارقه في الموضوع ده، الا وهي المصطلحات ومعانيها في اذهاننا وعقلنا اللاواعي. يعني انا لو دلوقتي قلت لك ان انا ببيع لك كورس، فاللي هيجي في دماغك ان سعر الكورس ده 1000 جنيه 2000 جنيه وما يزيدش عن 3000 جنيه بالكتير قوي. لكن لو قلت لك ان انا ببيع برنامج تدريبي، فهيجي في دماغك ممكن يكون بيبيعه ب 5000 جنيه 7000 جنيه او اكتر من كده بكتير. ولكن لو جيت قلت لك ان انا ببيع سيستم او منتورشيب، فالكلمه لسه مش مستهلكه قوي في الماركت، بلد كده ما اتحرقتش، فانا قادر ان انا احط الاسعار بتاعتي اللي انا عايزها، الهاي تيكت بتاعتي في النقطه دي، والماركت هيبدا يتطبع ان اي حد بيقول لي سيستم فهو سعره عالي. سعره عالي ليه؟ لان هو صارف مع منتور عنده السيستم بتاعه اللي ماشي بيه، عنده تولز بيدفع لها اي تولز مثلا زي تريلو، زي عندك كالندلي، زي سوفت ويرز كتير زي ان لو هو هيعمل اوتوميشن او حاجات زي كده. وبالمناسبه كمان انا بدات ان انا اشوف موضوع الاوتوميشن ده، وبدات ان انا اعمل اوتوميشن ورك فلو صغير كده على قدي جوه الانبوكس، بيحجز لي المكالمات تلقائي مع العملاء جوه الكالندلي. وكمان زودت نقطه صغيره ان انا عملت فويس كلوننج للصوت بتاعي في الورك فلو ده، وخليته ان هو كمان ممكن يبعت فويس للعميل بصوتي. فممكن تكون انت بتتكلم مع الاي ايجنت ده وانت مش واخد بالك وفاكر ان انا اللي بكلمك. هو عامه لسه في مرحله التجربه والتستنج عشان نشوف الاخطاء بتاعته. ففكره انك تلاقيه لانش بشكل رسمي، فانا للاسف مش هعلن ان انا عملت لانشنج للموضوع ده. هسيبك انت بنفسك اللي تكتشف هل اللي بيكلمك ده انا فعلا ولا اي ايجنت. وبما اني عملت الحركه دي قبل كده معاكم وعملت كونتنت بالاي فممكن كمان تظن ان انا كمان بكلمك هنا في الاستوديو ان الاستوديو ده اي. نرجع مرجعنا لنقطه التسعير اللا ادراكي. فزي ما قلت هشبهها لك برضو باخر مثال موجود معايا، وهو مثال صغير جدا، وهو السوبر ماركت. لما بتدخل السوبر ماركت او اي حد فينا بيدخل السوبر ماركت بيبدا يبص على المنتجات. دي مثلا اوريو، دي مش عارف ايه، ده دي هوز، دي مش عارف ايه. بيجي في دماغك الحجم بتاعها يستاهل 5 جنيه. لو البياع قال لك 5 جنيه فاس اوكي، انت بتكون راضي جدا عن الموضوع ده. لكن لو البياع قال لك دي ب 15 جنيه فهتبدا ان انت ايه ده، هي غليت. ممكن تكون انت تقول يا عم لو يوم ما هتغلى تبقى ب 10 جنيه. لكن لما انت تقول سعر غير اللي موجود في ذهن العميل، فانت هنا بتعمل صدام مع العميل. فدي اول نقطه. علشان كده اي كلاينت بيكون موجود عندنا بنبدا ان احنا نعمل له سيستم ونبني ونمهد للشركه بتاعته، حتى لو هو بيبدا يشتغل بنفسه. لا، لازم ان احنا بنعمل حاجات كتير جدا، منها شويه حاجات في الاوتوميشنز، شويه ايميلات رسميه، الحاجات دي كلها بحيث ان هو العميل يفهم ان الشخص ده بيصرف وعنده تكاليف على البيزنس بتاعه. ففكره ان انت تكون فاكر ان هو بيشتغل لوحده او الكلام ده كله لا. وفي الحاله دي بيبدا العميل يشوفك بتطبق استراتيجيه اسمها فاوندر ليد ماركتنج، وهي
التسويق بالفاوندرز. كل الفاوندرز بتوع الشركات الفتره دي اتجهوا ان هم يعملوا بيرسونال براند قوي لنفسهم، علشان ده يزود ثقه الناس فيهم كاشخاص، بالتالي يزود ارباح ومبيعات الشركه اللي هم بيشتغلوا فيها او اللي هم الفاوندرز او السي اوز بتوعها. فده اللي انت محتاج انك تعمله، تعمل سيستم تبين للعميل ان انت بتشتغل مع تيم وعندك تيم، حتى لو بير بروجكت مش مشكله. ودايما انا بقول اللقطه دي او الصوره دي بصراحه للعملاء عندي، ان انت العميل ما يهموش انت الطريقه هتشتغل بيها ازاي، هو يهمه الريزلت في الاخر. فممكن يكون عندي مثلا عميل بيشتغل بكانفا بدل الفوتوشوب وبدل الالستريتور، وممكن يكون في عميل بيشتغل بكاب كات، بس مش مضطر انك تقول للعميل انا بشتغل بكاب كات او بشتغل بكانفا. سيب شغلك يتكلم عنك. في ناس بتستخدم الادوات دي محترفه جدا 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 فيها، وبتطلع شغل زي افتر افكتس والفوتوشوب والحاجات دي كلها. فلو انت واحد من الناس دي مش ضروري تقول للعميل انت بتشتغل بايه. الفكره كلها انت هتوري له البورتفوليو بتاعك، هيشوف الفيديوز والايمجز فهينبهر، فخلاص انا اشتريت. لكن عرف فكره ان انت بتشتغل بكاب كات او الحاجات دي كلها، هيبدا يشوف للاسف ان انت رغم ان كاب كات اشتراكاته مدفوعه وكانفا والحاجات دي كلها، لكن اشتراكاتهم قليله مقارنه باشتراكات ادوبي وكمان الشغل والمجهود اللي هم بياخدوه. هيشوف ان انت شخص ممكن تكون بتعمل الفيديو في نص ساعه او ساعه او الكلام ده كله، وفي الاخر هيبدا ان هو يتجه لنقطه يفاصل معاك في السعر والكلام ده كله. على سبيل المثال وليس الحصر، برضو فتره من الفترات تقريبا من حوالي 3 سنين قبل ما ابني الكاش كاو سيستم والكلام ده كله، كنت بعمل حاجه اسمها فيديو ماركتنج. فيديوهات بتكون من 10 ل 15 ثانيه، كنت بعملها بانفيديو، وكنت شاري الفيديو اكونت بريميوم علشان خاطر افتح كل حاجه موجوده فيه. الفكره كلها ان كنت بعمل الفيديو ما كانش بيخليني اخد وقت غير ممكن ساعه او نص ساعه، ولكن الفكره كلها ان انا اتعلمت ازاي اطلع الفيديو صح بالترانزيشنز بتاعته بكل حاجه من منتور هو اللي علمني الكلام ده كله. فكنت ببيع الفيديو الواحد ب 500 جنيه الساعه، في فيديو مدته 15 ل 30 ثانيه عامله 500 جنيه. وعايز اقول لك برضو نقطه خلي بالك منها، الكلام اللي انا بقوله لك ده كله بره مواقع العمل الحر. يعني ايه بره موقع العمل الحر؟ عندك اب وورك، فريلانسر، خمسات، الكلام ده كله، دول تقدر تلاقي منهم عملاء اجانب وعملاء خلايجه والكلام ده كله، وهيدفعوا السعر اللي انت تقوله، لان الناس دي زي ما قلت لك بتقدر قيمه الحاجه. ممكن مثلا يعني تخيل ان انت ممكن يقول لك حد لو انت جرافيك ديزاينر يقول لك انا عايز صوره مجمعه العيله بتاعتي. انت بالنسبه لك لو طلبت مثلا $100 في الصوره، اوكي، هو هيقبل، لان دي بالنسبه له قيمه، ان هو يشوف الشغل بتاعك ويشوف اللمسه العائليه والمشاعر بتبان من الصوره اللي انت هتبدا تعملها له وهتجمع له عيله فيها. هو مقدر ده وعارف قيمه ده كويس جدا وعارف قيمه الذكرى دي. لكن انا اسف للاسف الشديد لو جيت عندنا في مصر وحد طلب منك حاجه زي كده، يقول لك يا عم اعملها لي باي برنامج وخلاص، اي برنامج مونتاج والكلام ده كله، اوكي. ولو انت قلت له مثلا ده انا بعمل الموضوع ده بفلوس او حاجه زي كده، فممكن ان هو يقول لك طيب سعرها يكون قليل او حاجه زي كده، ويبدا يفاصل معاك في الاسعار. اتمنى تكون اول نقطه وصلت لك من اللي انا بقوله او من اللي انا عايز اقوله لك عن طريق القصص اللي انا شرحتها، وعن طريق الشرح اللي انا قلته لك بعد القصص في نقطه التسعير اللا ادراكي وازاي بيأثر عليك، وازاي ان انت لازم تهتم بالبراند ايمج والبراندنج في البيزنس بتاعك. ودي كانت اول نقطه كنت حابب ابدا بيها الفيديو بتاع النهارده، علشان تكون فاهم ان انت ممكن تكون بتعمل كل حاجه صح، ممكن تكون بتعمل كل حاجه، بتجيب عملاء محتمدين، بتتكلم معاهم، عامل كل اللي عليك والزياده، بس الفكره كلها العميل شايف ان انت للاسف ظاهر له كبراند ايمج بمظهر مش كويس او مظهر مش لائق او حاجه زي كده، فبيبدا ان هو يقيم ان هو لا ده له كواليتي، انزل بالكواليتي فخلاص، فده هيكون بيدي سعر قليل. ركز في النقطه دي كويس جدا وراعيها، وافتكر دايما ان انت في البيزنس في قاعده اسمها دريس تو امبريس. تاني مشكله بتقابلني وانا جاي بشتغل مع العملاء، ودي بشوفها في الديسكفري كولز لما باجي اطلعها بنفسي، وهي نقطه ان انا ما عنديش وقت للبيزنس بتاعي. طيب لو انا دلوقتي ما عنديش وقت ان انا ادخل مع منتور وان انا اعمل البيزنس بتاعي، فهفضل في الوضع اللي انا هكون موجود فيه. لو انا بعمل 20-30 الف جنيه في الشهر فهفضل في الوضع ده. فتكلفه، في حاجه اسمها تكلفه الفرصه. لو انت فاكر ان انت حتى لو دخلت مع منتور فده ما بيكلفكش، لا بيكلفك، مش بيكلف فلوس بس خلينا نتكلم في اللي احنا عايزين نتكلم فيه واللي احنا عايزين نوصله. تخيل معايا كده مثلا ان انت دخلت اتكلمت مع منتور او اتكلمت مع ايجنسي علشان تعمل لك الشغل، وقالوا لك الاسعار بتاعتهم والكلام ده كله، وهفترض ان انت البادجت معاك مش افضل حاجه، وقلت لهم انا مش عايز اشتغل دلوقتي، اوكي. تكلفه الفرصه دي اللي ضاعت عليك هتخليك ممكن تبدا ان انت تتجه لطيارات تانية او اختيارات تانية ارخص
ومش هتكون بنفس الكواليتي او مش هتديك نفس النتائج. زي مثلا ايه؟ زي مثلا انا بشوف دايما بالذات في مع الترينرز والكوتشز، بشوفهم دايما بيقعدوا يعملوا شيفتنج في ماركتنج ايجنسيز كتير جدا، كل شهر بيغير ماركتنج ايجنسي، او مش كل شهر يا سيدي، همشيها لك كل كام شهر، بس انت في الغالب بتغير في السنه، ممكن تغير 2 أو 3 ايجنسي في السنه. ده بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ان الايجنسي بتعمل الشغل التقليدي اللي هي عايزه تعمله، اوكي، وكمان بعد ما بتعمل الشغل التقليدي من محتوى مش عارف ايه بالكلام ده كله، بتبدا ان هي تبدا تشغل لك اعلانات، فبتلاقي العائد قليل، والاعلانات كارثه كبيره جدا هتكلم عنها بعد شويه كمان، بس بتبدا تشغل لك اعلانات فبتلاقي العائد يا اما صفر يا اما مفيش عائد خالص. الموضوع بيمشي ازاي هنا؟ ان انت لو رحت لحد متخصص بس في التسويق، المنتورز او الكوتشز او الترينرز، فهو فاهم البيزنس موديل ماشي ازاي. على سبيل المثال عندنا في الكاش كاو سيستم، لما جيت اتعلمت البيزنس موديل ده، اتعلمت ان هو بيتكون من 5 مراحل. اول مرحله عندي ليد فلو، لازم اشوف الليد فلو، اتعلمت ان مش الاعلانات مش كل حاجه، واللي بيجي عايز يكسب في الاعلانات واللي بيعرف يكسب في الاعلانات هو اللي بيبدا يشتغل اورجانيك. مش بالضروره يكون دايما، دي قاعده عامه، ولكن كل يعني دي بنسبه 70 80%، وهنيجي نتكلم على كل ده بالتفصيل الممل قدام. ففي حاجات ثانيه زي ان انا ممكن يكون عندي بايب لاين، ممكن يكون عندي عملاء محتملين موجودين عندي في جوه الماسنجر، جوه الانبوكس بتاعي، وانا مش مديهم اي اهميه خالص. ممكن يكون ان انا عندي بروفايلز قويه على السوشيال ميديا، لو نزلت كونتنت بطريقه معينه الناس دي تقدر تتفاعل معايا فاجيب انباوند ليدز. ممكن يكون عندي حاجات اكتر من كده بكتير جدا، ايميل ليست، واتساب ليست، ايا يكن، في الاختيارات كتير قوي قوي في النقطه دي. بعد كده فكره الكونتنت، ودي برضه هنتكلم عنها قدام شويه، الليد جنريشن كونتنت ميكانيزم، وازاي بتشتغل، وازاي ان انا اعمل كونتنت فعلا ياتراكت الليدز اللي انا محتاجهم. دي تاني حاجه. ثالث حاجه وهي عندي الانبوكس، وده بيكون فيه الاخطاء الفادحه والكارثيه، ودي ممكن تكون النقطه اللي انت بتقف عندها لو تبيع سعر الكورس او الخدمه بتاعتك من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، لان انت في الغالب هتكون هنا بتعتمد على اعلانات مموله، والاعلانات المموله بتجيب لك رسائل، فانت شايف ان انت السعر بتاعك اصلا انت عايز تعليه قليل، فبمنتهى البساطه بتتكلم مع الناس جوه الانبوكس، ما بتاخدش وقت ومجهود معاهم، ممكن تاخد معاهم استشاره او حاجه زي كده، علشان خاطر في الاخر تلاقي ان الحصيله صفر او العائد قليل جدا جدا، او بتحتاج بقى علشان الناس دي تشتري منك فعلا من جوه الانبوكس محتوى بشكل رهيب جدا تنزله على السوشيال ميديا عندك، وعايز ان انت بعد كده المحتوى ده يكون بطريقه معينه علشان يشد الناس. رابع مرحله معايا وهي الميتنجز، ودي بحب اسميها ميتنجز، ما بحبش بصراحه اسميها سيلز كولز، لان خلينا نكون واقعيين مع بعض، لما بنيجي ندخل في عالم الهاي تيكت ونبيع برودكتس من 25000 فما فوق، والمناسبه ده بعد التحديثات وسعر الدولار والحاجات دي كلها، ده بقى الموضوع الرسمي او السعر الرسمي للهاي تيكت. البريميوم تيكت بيبدا من 100000 جنيه لحد 999099 جنيه، تمام؟ اول ما تجيب الجنيه للمليون ده ما اعرفش ده نظامه ايه ده ممكن يكون دايموند تيكت، وده اسم انا لسه مخترعه دلوقتي. بعد الميتنجز دي ببدا ان انا اتكلم فيها مع العميل، افهم احتياجاته وافهم مشاكله والحاجات دي كلها، ببدا اروح للنقطه الخامسه وهي الدليفري او ترانسفورميشن، ان انا بسلمه الخدمه بتاعتي. وهنا ليه احنا بنسميها دليفري او ترانسفورميشن، تغيير؟ لان احنا فعلا لازم نكون بنبيع تغيير لحياه الناس، ولازم نعمل الموضوع ده. طيب نرجع مرجعنا بقى لنقطه التسويف، ممكن يكلفني قد ايه؟ تخيل زي ما قلت لك ان انت ممكن تكون على اعتاب ان انت تقفل البيزنس بتاعك، ودي حصلت معايا بالفعل. كان في كلاينت كلمني، بس الكلام ده من فتره، ممكن تكون من سنه، انا فاكر الكيس دي كويس لان شفت كرم ربنا كبير قوي في الكيس دي، يعني بشوف ان دي ما كانتش شطاره مني وفي التوجيهات بتاعتي على قد ما هو كرم ربنا. الكلاينت جالي وقال لي محمود انت اخر عمل بالنسبه لي، انت اخر محاوله، وبعد كده هقفل البيزنس ده واشوف لي بيزنس تاني. طب ايه الكلام، ايه الدنيا ماشيه معاك ازاي؟ بدا يشرح لي ويقول لي الموضوع بيكون ماشي معاه ازاي، وايه اللي هو جربه والحلول اللي جربها والحاجات دي كلها. فبدات اقول له التكلفه بتاعتي، واتفقنا وبدانا نشتغل مع بعض، اوكي. وعن طريق الاورجانيك اوبريشنز اللي احنا بنشتغل بيها قدرنا ان احنا نجيب له تقريبا حوالي من 6 ل 10 كلاينت في اول شهر من شغلنا مع بعض اورجانيك، من غير ما ندفع تكاليف زياده في اعلانات مموله، او من غير ما ندفع في اي او اوتوميشن تولز او الكلام ده كله. الفكره كلها ان انا بقول لك ليه انا حاسس ان ده توفيق ربنا، وكان هو كل حاجه بتكون توفيق ربنا قبل كل شيء، ولكن ليه انا دايما بكون حاسس ان الموضوع ده بيكون توفيق ربنا، او في الكيس دي بالذات؟ لان انا هنا ما كانش عندي اي ريسورسز ابدا بيها مع الكلاينت، ما فيش اي ريسورس اقدر اجيب منه ترافيك. انا عندي الكلاينت ده الريسورس الوحيد ليه هو الكولد اودينس، ان هو يطلع يببلش للناس في الجروبس في الحاجات دي كلها. فلاجل الصدفه لقينا نوع من انواع الجروبس اللي احنا بنبدا ان احنا نتكلم عليها جوه السيستم عندنا في الممبرز اريا، ان ده بيكون كل العملاء اللي في الجروب ده بتكون هي بايرز ومستعده ان هي تشتري منك لو لقيت ميكانيزم مختلف عندك شويه. فبدانا احنا نشتغل بالطريقه دي، وهو بوست واحد نزلناه في الجروب ده وجالنا منه حوالي 30 او 35 ليد بالظبط،
قفلنا منهم حوالي من 6 ل 10، مش فاكر الرقم بصراحه بالظبط، بس هي تقريبا كان في الرينج ده. اوكي، فعلشان كده عايز اقول لك ان انت تسويفك ده هينتج عنه برضو ان ده ممكن ياثر في حياتك الشخصيه. احنا ليه بنبني بيزنس اصلا يا جماعه؟ بنبني بيزنس عشان نحسن حياتنا الماديه، نقدر ان احنا نروح لمستوى اجتماعي اعلى. فتخيل ان انت استغنيت عن الوظيفه او استغنيت انك تكون موظف، مع ان دايما بكون شايف وعارف ان في ناس ممكن تختلف معايا كتير جدا في النقطه دي، ان الوظيفه هي اسهل حاجه تجيب منها فلوس. 30 يوم وبتقبض، 30 يوم وبتقبض، مرتبك ثابت، ده بناء على خبرتك، بناء على حاجات انت اتعلمتها، متفق معاك في كل ده. ولكن البيزنس لو جيت تشوفه انت محتاج سنه على الاقل عشان تكون تعدي من نقطه الستارتنج والام في بي والحاجات دي كلها، ان ما كنتش هتقابل تحديات كتير جدا. انا على مدار ال3 سنوات اللي كنت فيهم الفاوندر والسي او بتاع الكاش كاو سيستم، قابلت مشاكل كتيره جدا لرب السما عندي في تحديث السيستم، عندي في الاوبريشنز اللي بشتغل بيها، في الاكشن بلانز اللي بنطلعها للعملاء، في الدليفري، في السبورت سيستم، في الاكونتابيلتي، في حاجات كتير ضخمه. فانت فاتح البيزنس ده عشان يهمك امره، يهمك ان هو في الاخر يصرف عليك. فتكلفه التسويف هتكلفك انك هتخسر فلوس موجوده عندك، لان انت ما تعرفش المنتور اللي متخصص للكوتشز والترينرز دول والايجنسي اونرز هيقول لك ايه او هيشاور لك على ايه. انا المنتور بتاعي بيشاور لي على نقط موجوده عندي في الفيسبوك بروفايل فيها كميه ليدز انا ما كنتش متخيل ان دي ممكن اكون الاقيها موجوده، او افكر اصلا ان ده ممكن امشي معاهم بالطريقه دي والخطوات دي، وابدا ان انا احجز معاهم مكالمات، ومن المكالمات دي احجز مبيعات. ما كنتش متخيل حاجه زي كده ممكن تحصل. كل مره بيجي يفاجئني بيها باستراتيجيه جديده، ببدا ان انا اشكك، اقول طب هي دي ممكن تشتغل؟ بص انا هجرب، يعني لو اشتغلت خير وبركه، ما اشتغلتش يلا مش مشكله. وللاسف بتصدم بالنتائج اللي بتكون فعلا قويه جدا. يمكن انا يعني في مره كده عايز اقولها له، انت مش فاضل بس كوتش غير ان انت تقول لنا ان الشخص اللي بيشوف البروفايل ده تجيب لنا اي تول نعرف مين فيها اللي ظاهر البروفايل بتاعنا، تمام، ونعرف نحددهم مين فيهم الكواليفايد مش من الكواليفايد، اوكي، ونبدا ازاي ندخل نكلمهم. يعني ده اللي ناقص. والفيسبوك بعد كده بالنسبه لاي حد الفيسبوك بروفايل هيكون نقطه قوه شديده جدا عن طريق الليدز. حاجه برضو عايز اتكلم فيها ودايما بشوفها كتير جدا قوي، ودي بصراحه يعني عايزين ندردش فيها مع بعض. ويعني ايا يكن انت بتشوف الفيديو ده فين، سواء ريل او فيديو طويل او بودكاست مثلا الاوديو بتاعه والكلام ده كله، شاركني رايك بقى في كومنت في ريبلاي. ليه دايما انا بستخدم البروفايلز الشخصيه؟ دايما الناس بتسالني السؤال ده، ليه يا محمود انت كل التاكتكس والستراتيجيز بتاعتك معتمده على ان انا بجرو بالبروفايل الشخصي بتاعي، مش ان انا اعمل اكونت الشركه والسوشيال ميديا الشركه والكلام ده كله؟ هقول لك اول قاعده، الناس بتثق في الاشخاص اكتر من الشركات، وده وضحناه في المثال الاول في موضوع التسعير اللا ادراكي، في ان كله بدا يتجه لاستراتيجيه الفاوندر ليد ماركتنج. اوكي، دي اول نقطه. تاني نقطه، ان انا لما اكون عامل بيرسونال براندنج لنفسي قوي مع العملاء بتوعي، وبانشر كونتنت بيستحوذ على الاوثورتي وباخد بيه ماركت شير، فالنتيجه بتكون للموضوع ده ان لما انا اجي اتواصل مع الناس جوه الانبوكس، الناس هترد عليا والريسبونس ريت عندي هيكون عالي بالطبيعي، لان ممكن في ناس تكون مش مصدقه، هو انت اللي بتكلمني؟ طب هو ده مش اي طب ما فيش حد من البراند عندك هو اللي بيكلمني، انت اللي بتكلمني بنفسك. فهيبدا ان هو ايه، يجيت واو، ده هو فلان اللي بيكلمني، واو ده رد عليا. ودي بنلاقيها بتحصل عندنا كتير جدا، لما مثلا نكون شايفين حد مشهور، وانا بتكلم هنا عن الناس الانفلونسر اللي بتقدم محتوى قيم، زي مثلا يعني مش عايز اعد اسماء ان هم كتير قوي، بس ممكن اقول مثلا زي احمد ابو زيد، زي بهاء حنيش، زي ناس كتير قوي من النوعيه دي، تمام. لو انت مثلا بعت لاحمد ابو زيد او احمد ابو زيد بعت لك، فانت هتشوف ايه، واو. فتخيل ان احنا عايزين نخليك تبقى في البروفايلز بتاعتك على السوشيال ميديا زي الناس دي، علشان لما تيجي تكلم عميل حتى لو كولد، يدخل على البروفايلز بتاعتك السوشيال ميديا، يشوف الدنيا كلها عندك بتمشي ازاي، يستاهل الكونتنت، فيبدا ان هو انا عايز ارد على الشخص ده، هو فعلا انا عايزه يساعدني. اوكي، طيب، فكل ما انت بتعلي الاوثورتي بتاعتك على الاودينس بتاعك، كل ما انت هتلاقي ان العمليات والاوبريشنز دي بتتسهل، كل مدى هتلاقي الدنيا بتسهل. لكن كل مدى ما انت بتصعب الدنيا، ما بتنشرش كونتنت، الكلام ده كله، هتلاقي ان الموضوع للاسف بيواجه صعوبه معاك. ده في البي تو سي. ولكن في البي تو بي احنا بنعتمد بقى على ليد جنريشن تاكتكس وتولز، وبعد كده بنبدا نتكلم معاهم، ممكن يكونوا كولد، ولكن دايما بفضل حتى لو بي تو بي ان احنا نتكلم معاهم وور، وان يكون على الاقل عندك مثلا بروفايل على منصه للبي تو بي زي لينكد ان او مثلا اكس اللي هي تويتر سابقا، او حاجات كتير زي كده، علشان خاطر الناس دي لما تبلش كونتنت وتشارك معاهم، يبدا ان انت تلاقي منهم ناس بتتفاعل معاك من الفئه المستهدفه البي تو بي، فيتحولوا من كولد لورم، فتبدا الاوبريشنز بتاعتك معاهم بمنتهى السلاسه واليسر.
زي ما قلنا في موضوع التسويف، ان التسويف هيكلفني كتير جدا، ممكن تكون خساره البيزنس بتاعي، ممكن تكون تجارب كتير جدا هوفرها، ممكن يكون مثلا لو شايف انت كعميل ان سعر السيرفيس بروفايدر او الشخص اللي بيقدم لك الخدمه او الكورس غالي، فانت ممكن تدفع اضعاف الرقم اللي هتدفعه معاه علشان بس تعرف توصل لنفس النتيجه او لنتيجه قريبه منها. وفي الاخر زي ما قلنا هتفضل تعمل شيفتنج للايجنسيز وهتدخل في دوامات كتير جدا، عكس ما انت تدخل مع حد متخصص. مش بس بقول لك ممكن يكون منتور او كورس كريتور او ترينر او الكلام ده كله، ممكن كمان يكون ماركتنج ايجنسي او حاجه زي كده بس متخصصه في نيتشز معينه. فعلشان كده احنا بنعمل الموضوع ده مع الكلاينتس بتوعنا في موضوع الايجنسي، ان احنا بنخليه متخصص في نيتشز معينه وبنحط له سيستم معين يكون متخصص فيه. طبعا حاجه زي كده لما في ناس كتير بتشوف ان الشخص ده متخصص في النقطه دي، فبتبدا ان هي تجيله من اندستريز ثانيه ونيتشز ثانيه، ولكن هم عارفين ان تركيزه اكتر على النيتش والاندستري دي، فبيبداوا ان هم يشتغلوا معاه وبرده بيوافقوا على السعر بتاعه، ان هم عارفين ان هم ايه عايزين السيرفيس بتاعته مش هو اللي بيدور عليه. بعد كده نيجي بقى لنقطه البيد ادز والاعلانات المموله اللي كوارثها كتير ومشاكلها كتير جدا، واشهرهم ان انا صرفت كتير جدا وما لقيتش اي عائد، العائد قليل مقارنه باللي صرفته. زي دايما خلي بالكم من نقطه برده مهمه جدا، ان الارقام خداعه. تمام، يعني مثلا هفترض معاك مثال، لو انا مثلا كميديا باير مثلا جيت قلت لك انا عملت مبيعات ب 3 مليون جنيه مثلا في السنه، فال 3 مليون دول ما دخلوش صافي للبراند، وانا ما خدتش منهم المبلغ اللي انت ممكن تكون متخيله في دماغك، انا مش بايع عقار. تمام، ده ممكن يكون اي كوميرس ستور او حاجه زي كده. اوكي، ففي لسه حسابات البيزنس، تمام، المصاريف بتاعتي، التكاليف بتاعتي، الحاجات دي كلها، كل ده اقعد خصم في لحد ما ممكن تلاقي في الاخر النت بروفيت اللي جه للبراند ده من ال 3 مليون ده ممكن يكون 500,000 700,000. فانت متخيل احنا وصلنا من فين لفين؟ فكره ان انت تعتمد على الارقام، او حتى لو شفت مثلا سواء ترينر او كوتش او ايا يكن بيقول لك رقم، لازم تعرف الرقم ده تحليله ايه من البيد ادز، خاصه مع الناس اللي بتشتغل في الماركتنج اندستري. انا شخصيا لما بيجي يعدي عليا رقم بقعد احلله، مش مثلا بشوف اعلان لحد بيقول لي انا عملت ارقام كذا، انا بقعد احللها واحلل المده والزمن والكلام ده كله، وفي الاخر ببدا اقول هل الشخص ده فعلا هو عمل الرقم ده ولا لا. بس بصراحه ما بتكلمش في النقطه دي، ممكن في ناس تزعل مني. فالبيد ادز مشكلتها الازليه ان انت عايز تعتمد عليها بشكل اوتوميشن، فول اوتوميشن. تمام، يا اما انت بتصمم فيها سيلز فانل مربوطه بسيلز بيج او لاندنج بيج، يا اما الحل الثاني ان انت بتدخل عندك جوه الانبوكس عندك انت ما بتديلوش اهتمام، ودي كارثه ومصيبه كبيره جدا هنجي لها بعد شويه. خلينا نكون بالمنطق كده، منطقيين شويه مع بعض. لو انا واحد ببيع حاجه ب 5000 10 20000 جنيه، تمام، هل انا مجرد ان انا بعت لك رساله انت كعميل، انا بعت لك رساله، هل انت متخيل ان هقول لك يا باشا الفلوس كاش اهي؟ او مثلا حتى لو عملت فولو اب معايا، ما لازم يكون في طريقه ان انا احول بيها الاهتمام اللي موجود عند العميل ده، هو طالما دخل الانبوكس هو اعرب عن اهتمامه، تمام، ودخل في الورم ستيج، ده اللي يهمنا. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان انت تبدا بقى يا اما وبنظام مجاني، تمام، ودي في حاله انت لو بتبيع حاجات لو تيكت اوفرز مثلا سعرها 1000 جنيه او اقل من 1000 جنيه او حاجات زي كده، تمام، فانت مش عايز تبذل مجهود مع كل عميل 1 تو 1 والكلام ده كله. اما لو انت بقى عندك هاي تيكت اوفر بقى ب 25000 والكلام ده كله، ففي الحاله دي بتاخد كونسلتيشن كول او ديسكفري كول 1 تو 1، تبدا انت تتكلم فيها مع العميل. بتفرق جامد جدا في الموضوع ده، او في نقطه الكونفرجن او الكلوزنج ريت عندك، ان انت العميل لما يطلع معاك مكالمه لازم تحسسه انه بدا يدخل معاك في مود الشغل. يعني ما تحسسوش ان هو لا والله انا مش هدي لك اي اكسس لاي حاجه الا ما تدفع فلوس اول، ما تديلوش الاحساس ده، اديله احساس ان انت مديله ليميتد اكسس. يعني ايه؟ يعني صلاحيات محدده، مثلا حاجه صغيره بتديها له، فايل بتملاه، الكلام ده كله، وحسسه انه بدا يشتغل معاك وان انت واخده ستيب باي ستيب. وبعد كده انت الفلوس دي بقى تيجي على حساب الميعاد اللي انتوا حددتوه مع بعض، بقى شوف هيدفع امتى، الكلام ده كله. ولكن علشان تكلوز، وعلى الاقل لو انت ما قدرتش انك تكلوز في الكول او بعد الكول ب 24 ساعه ما بعتلكش الفلوس، يقدر ان العميل ده يرد عليك ويحصل تفاعل. كل ما هيكون في تفاعل بينك وبين العميل كل ما انت هتقدر تقفل البيعه دي، سواء بعد شهر بعد سنه، الكلام ده كله. بس طول ما هو العميل بيتكلم معاك وبتاخدوا وتدوا مع بعض في الكلام، هيبدا ان هيكون في بينكم وبين بعض شغل، ايا يكن النهارده بكره ايا يكن، تمام. لكن لو انت متخيل ان انت مجرد ما بتنهي الكول ومش هتتابع تاني مع العميل، او حتى العميل عمل لك جوستنج، تمام، انسى بالشفا، ده مش هيجي الا بكونتنت، تمام. يعني ده بناء على التجارب كتير. هيجي بالفول اب يا محمود، هيجي بس هياخد لونج تيرم فول اب قوي، ممكن يقعد، ممكن ده محتاج شهرين ثلاثه تستنى عشان تبعت له مسج عشان يرد عليك تاني.
تمام، عشان الاحوال عنده تتغير. لكن لو انا بعت له مسج مثلا بعد اسبوع او بعدها بيومين، ما هو نفس اللي هو قايله لي، مش ما عندوش حاجه جديده يقولها. لكن لو انا رحت له بعد شهر او بعد شهرين، اكيد هيكون في حاجه جديد في حياته. فدايما لو انت ما قدرتش تقفل الكول مع العميل، خلي العميل يحس ان انت دخلته في مود الشغل، ان انتوا خلاص بتشتغلوا مع بعض، وان الكول دي مش سيلز كول، هي جزء من الشغل وجزء من الانبوردنج بروسيس بتاعتك. بعد كده ابدا ان انت تتابع معاه خطوات. طب ايه الكلام ده كله؟ في سر في الحاجات دي بصراحه بحب استعمله قوي، هو الواتس نيكست او النيكست ستيب. انا في اي فول اب لو انا اللي بتابع معاك او بكلمك، استحاله هتلاقيني بعمل او ان انا بسيبك كده، لازم احط نيكست ستيب. ايه الخطوه اللي جايه بعد كده؟ لو انا في الفولو اب، طب ممكن اتابع معاك بعد شهر، بعد اسبوعين، استاذنك بس اتابع معاك عشان لو في حاجه او الكلام ده كله. دايما انا بعمل النقطه دي. لو في المكالمه عندي دايما باخد النيكست ستيب. طب دلوقتي انا عشان ايه؟ انت قلت لي مثلا هتحول لي فلوس بعد اسبوع، طيب في الاسبوع ده عشان ننجز وقت مع بعض، النيكست ستيب ان انا هدي لك ليميتد اكسس على الممبرز اريا، تمام، وهنبدا وهديك فايل تملاه لي علشان خاطر ايه؟ نبدا نشوف الاوبريشنز عندنا هتكون ماشيه ازاي والكلام ده كله، ونختصر الوقت على بعض. هو هنا العميل في عقله اللاواعي هيبدا يهدى، لان العميل طالما حاسس ان هو في سيلز كول معاك او في حاله سيلز، بيكون عنده اتنشن، وبيكون يعني في توتر شديد وشد اعصاب. انا هدفع كميه فلوس قد ايه؟ طيب هجيبها منين؟ طب مش عارف ايه الكلام ده كله. طب الراجل ده لسه ما قاليش السعر، طب انا داخل معاه في بروسيس وكونسلتيشن كول وحاجات كتير قوي، طب ايه اللي هيحصل؟ طب انا مش فاهم الفلوس، طب الكلام ده كله. لكن لما انا ابتدي ان انا احطه في زون الشغل، تمام، هيبدا يطمن ان انا بساعده، مش ان انا جاي ابيع له، لا، ان انا جاي اساعده. قبل كده كنا بنتكلم وكان الماركت متوجه لنقطه ان انا بفضل اسال الاسئله الصح. طيب انت عايز الدنيا دي اخبارها ايه؟ طب التفصيل دي نعمل فيها ايه؟ طب الكلام ده كله. لكن دلوقتي لا، حطه في الانبوردنج بروسيس، وتعامل ان الاول كول بتاخدها معايا واول ميتنج ده هو بدايه الانبوردنج بروسيس بتاعتك. لما يدفع يبقى اديله فول اكسس، تمام. لما يبدا يشوف حته من التورتايه كده زي ما بنقول، تمام، بس بنغلفها في هيئه ليميتد اكسس، تمام، مش ان احنا بنديله حاجه مجانيه بحت عشان ما يفهمش ان احنا لسه مستنيين الفلوس. زي ما بقول له ان انا بدي لك ليميتد اكسس علشان خاطر على ما الفلوس تتحول، تمام. نفس الموضوع ده مثلا ممكن اقول لك على حاجه بسيطه، مش عارف هل دي ممكن اقولها ولا لا، بس عندنا جوه السيستم لما في دفعه بتتاخر من دفعات الفلوس، لما حد بيكون عامل سبريت للفلوس، تمام، والبيمنت بتاعته، اوكي، بيكون في فتره سماح بعديها، تمام. بعد فتره السماح دي بيكون في يا اما غرامه، تمام، مش هقدر اقول كام، تمام، يا اما مثلا بنعمل بيندنج لحاجات معينه، بنعلق حاجات معينه، ما بنمسحش البروجكت بتاعه الا ما يعدي 30 ل 60 يوم، بيكون خلاص وقتها هو ما رجعلناش، فوقتها البروجكت بتاعه بيكون ديليتد بالكامل، تمام، كاننا ما طلعناش معاه خالص. فدي النقطه اللي انا حابب ان انا اوضحها لك، ان انت لازم يكون عندك الاونبوردنج بروسيس بتاعتك فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب نرجع مرجعنا لنقطه الاعلانات اللي عامله بانيك اتاك للناس كلها، وانا بصرف وما بيرجعليش والكلام ده كله. الاعلانات عايز تستنى منها عائد، استناه في الليدز. حاول ان انت تخلي الاعلانات كلها كواليفايد ليدز. وانا دايما بقول النقطه دي، اللي بيشتغل اورجانيك يا شباب بيكتسح الماركت لما بيجي يشتغل اعلانات مموله. عارف ليه؟ الراجل ده اللي بيشتغل اورجانيك بيتعامل مع موارد محدوده. انت ممكن تكون بتتعامل في يوميا مع 50 60 عميل بيدخلوا جوه الانبوكس عندك او جوه الفانل بتاعتك، ده ممكن يتعامل في الشهر كله مع 50 عميل او 100 عميل. بس فكره ان هو يفضل يجرب السكريبت ده والفريم ورك ده، ويجي هنا ويروح هنا ويجرب طريقه الكلام دي ويشوف انهي عمل له كلوزنج ريت اكبر. تخيل ان انت مثلا لو من 100 عميل محتمل الكلوزنج ريت بتاعه بقى مثلا 20 عميل او 15 عميل او 10 عميل، في الاول وفي الاخر كلها ارزاق. ولكن بقول لك ده بيتعامل مع كميه كبيره جدا من التغيرات، فلما بيجي يلعب بلعبه الاعلانات المموله ما حدش بيقدر عليه. يعني هديك مثال بسيط جدا عندي انا شخصيا. انا بقالي 4 سنين بعمل كونتنت وبشتغل اورجانيك، والحمد لله الدنيا ماشيه في الاورجانيك بشكل كويس، لان في سي ار ام سيستم وفي حاجات كتير جدا وفي تطورات كتير. ولكن عارف انا لما اجي هعمل اعلانات انا مش محتاج اروح اصور كونتنت خالص، لا للاوفرز ولا اي حاجه. انا قبل مثلا مصور لك الفيديو ده انا مصور 5 ريلز ينفعوا ان انا انزل بيهم في ان هم ايه في الفانل بتاعتي في الاخر عشان اوجه الناس انها تشتري مني، تمام. عندي كميه كونتنت رهيبه عملتها على مدار كذا سنه، بي او في وانا بتكلم فاتح الكاميرا وانا بتاع والكلام ده كله. وانا دايما بحب اركز على نقطه الايفر جرين كونتنت، الكونتنت الذي لا يموت، يعني المعلومات اللي ممكن تقعد معايا 3 أو 4 سنين تفيد فعلا الناس. تيجي يعني ما بتجيش من فراغ بصراحه، بتيجي بناء عن دراسه وتجارب، وانا ذات نفسي بشوف التجارب اللي انا عملتها على ارض الواقع بتماتش في انهي ركن منهم وانهي جزء وهكذا. فلما انا اجي اعمل اعلانات انا هبدا ابوم في الماركت بسرعه اكبر من اللي بيشتغل اعلانات من قبلي.
ليه؟ لان هو بيصور كونتنت على قد الاعلان. انا عايز اعمل كامبين تمام فخلاص، لكن انا واحد انا عارف يعني ايه براند ايمج، وعارف براندنج، وعارف كتير جدا، وفضلت اجرب سكريبتات وفريم وركس كتير جدا، وجربت كذا حاجه. فبمنتهى البساطه انا هاخد كل الفيديوز اللي عندي والبوستس اللي انا كتبتها اللي حصل لها فايرال او جابت اعلى نسب مشاهده عندي ونسبه كومنتات وفولورز والحاجات دي كلها، وكل اللي انا هعمله هعمل تمويل ليها. بالنسبه لي ده اكسلريت، انا بسرع. بدل ما انا ممكن يكون بيدخل لي في الشهر 300 400 عميل محتمل، انا عايز يدخل لي 1000 عميل محتمل علشان ازود الكلوزنج ريت بتاعي والكلام ده كله. تمام؟ فدي اول نقطه لازم ان انت تفهمها وتشتغل عليها، لان اللي بيجي من الخلفيه بتاعه الاورجانيك اوبريشنز بيكتسح السوق في الماركت، او على الاقل بياخد ماركت شير وبيدوم بسرعه رهيبه جدا. طيب انت اتكلمت يا محمود ان في طريقتين، يا انا بحول في الاعلانات على الانبوكس، يا انا بحول على فانل. فايه الموضوع؟ لو انت بتحول على الانبوكس لازم تحول الناس تبدا تشوف هتتعامل معاهم ازاي جوه الانبوكس. ايه اللي هتعمله؟ الاخطاء الكارثيه اللي انا بشوفها رساله طويله عريضه واخرها رقم انستا باي او حساب انستا باي او رقم فودافون كاش، وخلصت اللعبه على كده. انا مستنيه يحول وافضل حاطط ايدي على خدي، يا ترى ليه ما بيحولش؟ يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ هو الكونتنت وحش؟ هو مش عارف الدنيا ماشيه ازاي؟ الكلام ده كله. تفضل انت عندك تساؤلات كتير قوي، في حين ان العميل عايز حد يتكلم معاه. وانت كبزنس اونر شايف ان ده هيكون لود كبير عليك، وممكن ما يكونش عندك الميزانيه الكافيه، ودي هنتكلم عنها. يعني انا جاي لك في الكلام عن شويه حاجات ايه، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي عنب، بتوقف البيزنس بتاعك وبتوقف المراكب السارع، وهقول لك شويه حلول ليها. تمام؟ بس خلينا نتكلم هنا. تمام؟ فانت بتيجي لحد تعمل له هايرنج، يا اما الثوره الجديده اللي حصلت للتشات بوت. التشات بوت اللي هي إيه؟ العميل لو قال كلمه تفاصيل ترد عليه بكذا، لو قال كذا تقول كذا. بعد كده جه الاي اي ايجنتس اللي هم الاي اي، وازاي هو بيرد على الناس، وبقينا بنربطه بتشات جي بي تي. فاذا انا هنا عندي ان انا الشخص ده لازم اكون فاهم ان هو راح من مرحله الكولد للورم. وخلي بالك الاعلانات بتروح للناس كلها كولد، الا لو انت عملت لوكالايك اودينس او عملت ريتارجتنج، ويمكن كمان لوكالايك اودينس دي بتروح لكولد في الاغلب، بس الكولد الكواليتي بتاعتهم عاليه. ولكن طول ما انت ما بتعملش ريتارجتنج، طول ما انت بتروح لكولد اودينس، بني ادم ما يعرفكش هيثق فيك ازاي؟ انا كمحمود ده بيحصل لي وانا شخصيا كده، لازم اشوفك على الاقل كذا مره، لازم استهلك منك محتوى. انا من النوع الناس للامانه ما باخدش قرار الشراء بسهوله، خاصه لو حاجه متعلقه بشغلي. ممكن اخد شهر او شهرين بفكر فيها، بفكر في الماديات، بفكر في طب انا عايز تفاصيل عامله ازاي، الكلام ده كله. لو انا مثلا اروح اصور، طب انا هكتب سكريبت ازاي، طب لوكيشن المكان، طب مش عارف ايه. في تفاصيل كتير جدا بتكون موجوده في دماغي، ممكن انت ما تكونش عرفت تجاوب لي عليها في الفانل بتاعتك. يعني ممكن تكون انت ما قدرتش تجاوب لي عليها في الاعلان، ممكن تكون شدتني بهوك كويس بس ما جاوبتليش على اللي في دماغي، على الاسئله اللي في دماغي. ممكن تكون انت ما جاوبتليش جوه الويب سايت بتاعك على الاسئله اللي بتدور في دماغي. انت عامل ويب سايت شكله لذيذ قوي والدنيا زي الفل تمام، وحاطط فيه كل العناصر البيعيه، بس انت مدى ان انت تبقى عامل كونتنت قوي متعلق بمدى معرفتك بالجمهور المستهدف بتاعك. لو انت عارف الجمهور بتاعك بيدور على ايه ومشاكله ايه، هتقدر تعرف تتكلم عن المشاكل دي، او ان انت تعمل كونتنت قوي عنها وتحطها في السيلز بيج بتاعتك واللاندنج بيج. علشان كده في ناس تقول عشان كده اعمل مهما تعمل. بص انا كمحمود بالنسبه لي اعمل كونتنت بقى مهما تعمل، اعمل سيلز بيجز على قد ما تعمل، اعمل كل ده. لو انت مش عارف جمهورك بيدور على ايه ودماغه ماشيه ازاي، انسى خالص فكره بقى اللي يقول لك هوك قويه، يقول لك ده انا هعمل لك سيلز بيج هتعلي الكونفرجن ريت بتاعك لاعلى، الكلام ده كله كل ده هيكون كلام في الفاضي، لان انت ما تعرفش الجمهور بتاعك. وما فيش ماركتنج ايجنسي او منتور او كوتش هيكون عارف الاودينس بتوعك زيك. فكره ان انت ما تديش معلومات عن الاودينس بتوعك للايجنسي اصل ده شغلها او المنتور او الكلام ده كله، لا، ما هو استحاله هيقدر يعرف ده. انا واحد بشتغل مع اندستريز كتير جوه المنتور شيب عندي، اندستريز ما بين ماركتنج، ما بين لايف ستايل، ما بين اندستريز كتير قوي. تمام؟ فطبيعي انا بحاول اجمع. يعني هقول لك كيس حصلت معايا توضح لك النقطه دي. كان في كلاينت عندي بتبيع كورسات في الكيكس، ان هم ازاي ستات البيوت يعملوا حلويات وازاي يبيعوها، وانا بتكلم معاها وبطبق الاوبريشنز بتاعتي معاها في الكونسلتيشن كول او في الديسكفري، لان انا مش عارف الاودينس بتاعها. انا كل اللي عارفه جنرال، هم ستات اعمارهم كبيره مش عارف ايه، عايزين مصدر ده، الحاجات الجنرال اللي ممكن الاقيها على النت او تشات جي بي تي هيجاوب لي عليها. بس هي قالت لي حاجه تفصيله فرقت معايا، وهقول لك قصه بعديها برضو في شغلي كذا ميديا باير فرقت معايا. هي قالت لي يا محمود الستات رغايه قوي، ولو انا خدت الكورس زي ما انت بتقول انا هقعد ساعتين وممكن في الاخر ما تشتريش، ولو انت عايز ناخد 5 6 مكالمات في اليوم، فانا في النتيجه هاخد مكالمه واحده وممكن يا تصيب يا تخيب. طيب في الانبوكس، طب مش عارف ايه، طب الكلام ده كله. فابتديت ان انا اشتغل معاها ان انا احط الجهد اللي انا هعمله في السيلز كولز
والحاجات دي كلها جوه الانبوكس، والنتيجه كانت خياليه بالنسبه لي، ما توقعتهاش. يعني انا كنت بشتغل البروجكت ده وايدي على قلبي. ليه؟ لان انا ما اعرفش الاودينس بتاعها زي ما هي عارفاهم، وهي قالت التفاصيل دي، وهي خدت الفريم وركس والسكريبتات اللي لقيتها جوه عندنا في السيستم وعملت كاستمايزيشن بدماغها. انا ممكن اقول ايه هنا تمام، الكلام ده كله اعدل الكلام ده كله، فاهمني؟ دول الناس اللي انا اصلا بلاقيهم عندي بيجيبوا اعلى ريزلتس في السيستم موجودين عندي، الناس اللي بتبدا تعدل تذاكر بجد الماتيريالز دي. لكن اللي بيكون واخد الموضوع تجربه او حاجه زي كده ما بيجيبش نتائج. قصه ثانيه حصلت، انا كنت بشتغل ميديا باير لصفحه سياحه، بيبيع رحلات سياحيه تقريبا والكلام ده كله هنا في الغردقه عامه. الفكره كانت فين؟ انا ما اعرفش السوق اللي انا داخل عليه. اتفاجئ وانا بتكلم مع الشخص اللي هو مسؤول عن البراند ده، هو بيقول لي انا عامل اعلانات توجهها في الغالب للفيسبوك، ان هو يبعت رساله للفيسبوك. انا صحيت الصبح شغلت الكامبين على الفجر، صحيت الصبح لقيت التفاعل رهيب لدرجه ان انا اتصدمت. بس صدمتي الاكبر مفيش ولا رساله. ازاي؟ انا عايز اقتنع بالموضوع، انا مش قادر اقتنع ازاي مفيش ولا رساله، والتفاعل ده والانفجار في التفاعل ده على المحتوى. وانا بدردش مع الشخص المسؤول عن البراند ده، قال لي هم السياح دي او التارجت اودينس بتاع السياح دي اللي عامل فيسبوك مش عامل انستجرام، واللي عامل انستجرام مش عامل فيسبوك. قلت يعني انا دلوقتي لما سبت البليسمنت اوتوماتيك ممكن يكون في الاغلب ان ده السيناريو اللي حصل. الفيسبوك شركه ميتا حولت ان الاودينس احسنهم بيجي من انستجرام، واللي عند انستجرام مش عامل على فيسبوك، فشكرا التفاعل زي الفل ومفيش اي رسائل خالص. فانا كنت هنا بس حابب اوضح لك فكره ان مفيش حد هيعرف التارجت اودينس بتاعك غيرك انت. لو ما قلتش للايجنسي او الشخص اللي تشتغل معاه في الماركتنج اندستري عامه الاودينس بتاعك التفاصيل بتاعتهم، هو مش هيعرف يفيدك. وبعد كده ما تلومش عليه ان هو مش عارف يعمل لك كونتنت صح، او مش عارف يعمل لك ميديا بلان صح، او الكلام ده كله. علشان كده انا باجي للنقطه دي، ومن خلال سنين خبرتي الصغيره اللي انا بشوفها صغيره بدات كونت مفهوم عندي كده يا شباب، وهو ان في بيزنسز مؤهله ان هي تنجح وفي بيزنسز لا. من شروط البيزنسز المؤهله ان هي تنجح اللي انا اعرفها ان البيزنس اونر يكون ايده في ايدك. ما يجيش واحد يقول لي مثلا انت مش ماركتير اشتغل، شوف بقى خليها تمطر فلوس. طب يا ابني، طب انا عايز كذا، طب انا عايز محتوى كذا، طب انا عايز تساعدني في كذا. لا، دي شغلتك يا باشا مش شغلتي. طب يا عم ساعدني. المينتاليتي دي شكرا، دي محكوم عليها بالفشل. انا بقيت بعتذر عن البروجكتس او المشاريع اللي بتجيلي بالطريقه دي. ايام ما كنت ميديا باير، ودلوقتي برضو نفس الموضوع في المنتور شيب والكاش كاو سيستم عندي، برضو بعتذر عن لما بلاقي المايند سيت بتاعت الكلاينت نفس الموضوع ده. لكن الشخص اللي ممكن اقول له مثلا والله هل ممكن توفر لي مثلا موديل يصور UGC بالطريقه الفلانيه، يقول لي طب تمام. ومثلا طب ممكن نوفر كذا، طب الكلام ده كله. انا كمحمود بدي افكار للناس دي لما بلاقيهم بيساعدوني، بقول له طيب انا عايزك تعمل لي فيديو، مش مشكله انت اي كوميرس قشطه زي الفل، اعمل لي فيديو بس بتتكلم عن البضاعه والخامه عندك والحاجات دي كلها. بنعمله بالله اعلانات كويسه جدا في المبيعات وفي الريتش وفي المسجز والحاجات دي كلها. فلك ان تتخيل ان انت لو صاحب البراند، انت كصاحب براند قدرت ان انت تساعد الايجنسي او الماركتير او ايا يكن اللي موجود معاك، انت هتطلع عامل ازاي، او البراند بتاعك هيكون عامل ازاي. لان البراند ده بيبقى عامل زي ابنك اللي بتربيه. فانت لو انت مش هتعرف تربي ابنك صح هيبقى قليل الادب. ده بالظبط اللي هيحصل للايجنسي. تمام، لو ما عرفتش تديهم معلومات صح، او ما عرفتش توجههم صح وتخليهم يعملوا ماتشنج للفيجن اللي موجوده في دماغك والميشن بتاعتك، فما تسالش قله ادبهم دي جايه منين بقى والحاجات دي كلها. تمام. طيب لو انا دلوقتي ببيع سعر هاي تيكت وخلاص يا محمود انا عرفت مشكله الانبوكس وشويه مقتطفات من اللي انت قلتها وهبدا ان انا اطبق. انت لو بتبيع حاجه ب 25000 جنيه او 20 او 15000، انت ليه مستني الروبوت اللي يكلمك؟ انا اكيد هكون مستني بني ادم اللي يكلمني. استحاله هكون مستني روبوت، حتى لو الفلوس كلها كاش معايا استحاله. لازم هكون مستني بني ادم ان هو اللي يبيع عقارات كده. هل عمرك شفت حد بيبيع عقار بسعر مثلا يا عم ايام، هنقول ايام الرخص، ايام ما كانت الشقه مثلا ممكن تعمل لها 200000 300000 زمان. هاخدك بالزمن ونرجع ورا شويه يا سيدي عشان نقول الاسعار دي. تمام، والتقسيط بتاعها مثلا 50000 جنيه مثلا كل كام شهر. هل متخيل ان حاجه بالسعر ده انت تقدر تبيعها AI او اوتوميشن؟ هتقول انت ما انت رجعت بالزمن. هقول لك وانت فاكر ان ما كان في اعلانات برضو شويه، يعني 2015 2017 كان في اعلانات برضو وكانت النتائج فيها اعلى من دلوقتي، المنافسه كانت قبل كده اقل. هل كنت تعرف تبيعها من غير بني ادم؟ استحاله. نفس الموضوع في الهاي تيكت برودكتس والديجيتال برودكتس، استحاله تعرف تبيع الخدمه بتاعتك او السيرفيس بتاعتك هاي تيكت من غير بني ادم. علشان كده انت محتاج يا 1 تو 1 يا اما ويبينار. فهدف السيلز بيج بتاعتك لازم ان انت تكون يا بتحجز مكالمه، يا اما ان انت بتخلي الناس تدخل في ويبينار عندك تسيب بيانات عشان تعرف ترجع لها بعد كده في فول اب، تعرف بعد كده ترجع لها في
ريماركتنج او ريتارجتنج لوك لايك اودينس والكلام ده. طيب خلصنا جزء الاعلانات تمام، وخلصنا النقطه فيه وشويه واتكلمنا في شويه سيلز والكلام ده كله وخدنا الكلام ده كله. نيجي بقى لايه؟ لنقطه ممكن تكون مهمه شويه وهي الانبوكس. طب انت يا محمود اتكلمت على الانبوكس قبل كده؟ لا انا هنا مش جاي اكلمك على الانبوكس اللي انت بتديله رساله واقول لك ان انت اديله الدنيا ماشيه ازاي جوه، لا خالص، اركن ده على جنب، ده بس كان تصليح لشويه اخطاء. خلينا نتكلم ان انت خلاص اقتنعت باللي انا قلته وهتبدا تكلم العميل. اكلمه ازاي يا محمود؟ او ان انا اتواصل معاه ازاي؟ والله جوه الانبوكس دايما بشوف ان في كذا استراتيجيه وكذا طريقه كلام. اول حاجه عامه لازم تكون فريندلي مع الشخص اللي انت بتتكلم معاه، ما تكونش اجريسيف او حاجه زي كده. وزي ما قلت لك فكره ان انت تتكلم بالبروفايل الشخصي جوه الانبوكس عندك هتلاقي ان هي يسرت عليك وسهلت عليك كتير جدا، عكس ما انت شركه اكيد هعرف ان في حد من عندي من الشركه هو اللي بيكلمني، تمام؟ يعني عندك من الشركه اسف هو اللي بيكلمني. الانبوكس عندي بيتقسم لثلاثه ستيجز: الكولد والورم والهوت. الكولد دول الناس اللي هم لا يعرفوك ولا عمرهم سمعوا عنك، لسه اول مره بيستكشفوك. ما تتحمقش معاهم وتقول يلا وهعمل سكريبت جامد وهروح اديهم الايه الاوفر المتين. الناس دي عمرها ما هتثق فيك، انت الاوبريشنز بتاعتك هنا ناقصه، خلي بالك هنا ممكن يكون عندك نقص، لان الناس دي اول مره تشوفك، اول مره تسمع عنك، ما شفتش منك كونتنت قبل كده، ما سمعتش عن الاوفر بتاعك حتى في طبق اليوم. فالناس دي لازم تكسب ثقتها، او علشان تحولهم للورم ستيج ممكن تديهم ليد ماجنت. وهنا انا عايز اتكلم بقى على كذا نقطه، تمام؟ لان في ناس كتير في الماركت بتعمل ليد ماجنتس وبرده ما بتعملش كونفرجن ريت عندهم عالي، لان كل ليد ماجنت او كل حاجه هديه مجانيه انا بعملها للعميل بيكون ليها مستوى معين. لو انا عملت لك تمبل او عملت لك كتاب الكتروني، الحاجات دي كلها لو يعني قليله، نسبتها قليله. لكن لو انا عملت لك تجربه مجانيه للسيرفيس بتاعتي او الايجنسي بتاعتي اسبوع او اسبوعين مجانيين، تخيل انت هتبقى عايز تعمل هنا وبعد كده هنطلع الكونفرجن ريت عندنا عالي. تخيل لو انا عملت لك ميني كورس مجاني بشرح لك في الاوبريشنز، ده هاي ليفل من الليد ماجنتس. وبالمناسبه احنا عندنا في جوه الكاش كاو سيستم كوميونتي ده مفتوح لكل الناس، كل الكوتشز الترينرز الايجنسي اونرز فور فري، تمام؟ ان هم ينضموا للكوميونتي ده وهيلاقوا جوه كورسز بتتكلم عن الاوبريشنز اللي احنا بنتكلم عليها وتفهمك الدنيا من مستوى عالي جدا. تقدر ان انت شوف اي منصه انت بتشوف الريل دي او الفيديو ده عليها، اكتب كومنت، ابعت لي برايفت الكلام ده كله، هبعت لك اللينك بتاعها على طول، تمام؟ تدخل جوه الكوميونتي، هو فيسبوك جروب، هتلاقي عندك جوه الدليل او الجايدز، هتلاقي من خيرات الله موجود التسامونيالز كلاينتس والكلام ده كله. وكل فيديو انا اشرحه عشان انا عارف ان انا لازم احط بنفيت قويه جدا ان انا عامل ورك شيت. يعني هتلاقيني مثلا شارح لك ازاي تعمل اوفر، لان ناس كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده وتقول لك ازاي تعمل اوفر، وانا باجي اتكلم على العميل يقول لي يعني ايه اوفر، ومع الورك شيت اللي انت تقدر تطبق عليها تطلع بعد الفيديو ده والورك شيت دي قادر ان انت تعرف الاوفر بتاعك هو ايه، وقادر تدرج العميل بتاعك. يعني ايه انبوكس، يعني ازاي تتعامل معايا، ازاي تبعت لناس، الكلام ده كله. دي حاجه سريعه كنت حابب ان انا اقولها بس، وخلينا نرجع مرجوعا. يبقى اول مرحله الكولد ده اللي انت محتاج تعمله معاهم، يا تحولهم ليد ماجنت، تمام، يا اما انك تبدا تتكلم معاهم وتحاول تستكشف المشاكل بتاعتهم. وزي ما قلت هنا المقاومه هتكون عاليه، بنحب نسميها مقاومه في انفو اندستري عندنا، ما بنحبش نسميها اعتراضات او الكلام ده كله. فالمقاومه بتاعتها هتكون عاليه. ليه؟ لان هو زي ما قلت لك لسه ما يعرفكش، لسه ما يعرفش الكلام ده كله خالص. فبمنتهى البساطه كل اللي هو هيعمله ان انت هتلاقي صحراء. وفي نقطه صح عايز اقولها شفتها في السوق الخليجي والهمتني بنقطه وبقيت بطبقها مع العملاء. لو انت بتخاطب فئه مستهدفه من العملاء بيجي لهم اوفرز كتير او عروض كتير من شركات ثانيه، فانت محتاج تتفوق عليهم. يعني ايه؟ يعني لو العادي عند العميل ان هو يتبعت له رساله من شركه تسويق او منك كايجنس اونر والكلام ده كله، فان انت تبعت له رساله برضه بالاوفر بتاعك مش هياثر معاه، حتى لو انت عامل له خصم. هو بيشوف اوفرز كتير جدا في اليوم، ممكن 5 7 يملوا الانبوكس عنده او الايميل ليست بتاعته. لكن لو انت اللي مش اعتيادي في الماركت عندك ان انت تحط ليد ماجنت، تقول للعميل والله انا بقدم لك اسبوعين مجانيين بس عشان تجرب الخدمه بتاعتي والحاجات دي كلها. ومفيش حد او نادرا في الماركت عندك لما حد بيتكلم العميل جوه الانبوكس سواء كولد او وورم او الكلام ده كله بيقدم له ليد ماجنتس، فانت هتوين ونسبه الريسبونس ريت عندك هتكون عاليه. انا بس حبيت اقول لك الموضوع ده علشان خاطر بس تكون فاهم الانبوكس دنيته بتكون ماشيه ازاي في الاوبننج بتاعه، اول رساله انت بتفتحها مع العميل ماشيه ازاي. طيب علشان انا بيجي لي عملاء ومعايا عملاء بيشتغلوا مع السوق
السعودي والسوق الخليجي عامه، تمام، بيقولوا لي يا محمود احنا ماشي بس الناس مش هترد. ليه الناس مش هترد؟ بيجي لهم رسائل كتير قوي، تمام، كل يوم الواحد ممكن يصحى على 7 8 اوفرات من كل شركه شكل، ان هم عارفين ان الداتا بتاعتهم بتتباع والكلام ده كله. قلت له طب ما تيجي نجرب، خد الريسك معايا للاخر وتعالى نجرب. انا عايزك تبعت لهم رساله بليد ماجنت. ما اعتقدش ان حد هيبعت لهم اوفر وهو بيعرض عليهم مثلا حاجه مجانيه او حاجه تكون قيمه، كله بيعرض خدماته على طول ان هو كله عايز يبيع. ودايما عايز اقول لك حاجه، في الهاي تيكت لازم تكون صبور وخلقك واسع، لان انت زي ما قلت بتبيع حاجه سعرها عالي وبتاخد كميه عاليه من الفلوس حتى لو هتاخدها على بيمنتس او على دفعات، بس العميل في دماغه انه هيدفع سعر عالي، فلازم تكون صبور مع العميل، ما تكونش بتجري او بتكروت البيعه علشان انت عايز فلوس وفي الاخر تقول مثلا ما بعتش ليه. فاحنا هنا خلاص خلصنا مرحله الكولد ودخلنا لمرحله الورم ستيج. الورم ستيج هنا ببدا استكشف بقى العميل ده ايه مشاكله، ايه الحلول اللي هو جربها قبل كده، الدنيا معاه بتكون ماشيه ازاي، الحاجات دي كلها. وببدا في الاخر ان انا اوجهه لمرحله الهوت. ان انا مرحله الهوت دي اللي انا بعمل فيها ايه؟ ان انا ببدا ان انا اعرض عليه ان انا احجز مكالمه، زي ما قلت لكم انا لازم بني ادم اللي يكلمه، او ان انا اوديه للويبينار بتاعي، تمام. وهنا بقى ببدا ان اطلع المكالمه واكمل الاوبريشنز والبروسيس بتاعتي. او ان انا ممكن يكون جاي لي هوت ليد. يعني ايه هوت ليد؟ الهوت ليد ده ممكن تكون شخص انت اتكلمت معاه قبل كده اصلا، تمام، وعارفك وعارف الاوفر بتاعك والكلام ده كله، بس ما اشتركش لاي سبب من الاسباب، او حد هو قال لك يلا عايزين نطلع ميتنج عشان انا عايز اعرف تفاصيل الخدمه واشترك فيها على طول. بعد ما خلاص اتكلمنا على حاجات كتير جدا جوه الادز، جوه الفانلز بتاعتها تعملها ازاي، الكلام ده كله، كل اللي انت اتعمل ده وكل اللي اتقال ده تيبس اند تريكس سريعه جدا، محتاج ان انت تبدا تشوف هتطبقها ازاي وهتعمل لها كاستمايزد ازاي على البيزنس عندك. ولكن انا كل دوري وانا بتكلم معاك ان انا افتح لك افكار جديده، طرق تفكير جديده. مش دوري دلوقتي او في الوقت الحالي اللي انا بتارجت فيه الكونتنت بتاعي ان هو يديك استراتيجيز هتعمل 1 2 3 هتلاقي نتيجه. لا، انا دوري الاول ان انا ابدا اديك افكار وافتح دماغك على حاجات جديده انت ممكن تكون ما كنتش عارفها، او مثلا اخطاء كنت بتقع فيها والكلام ده كله. خليني دلوقتي بقى اجي واتكلم على نقطتين من اهم النقط اللي دايما الناس بتقع فيها. الفولو اب، المتابعه مع العملاء تكون ازاي، والكواليفاينج. الفولو اب ليه كذا مرحله يا شباب. في مرحله والشخص لسه موجود عندك في الاول، وفي مرحله والشخص خلاص بيحجز المكالمه، وفي مرحله بعد حجز المكالمه، وفي مرحله مثلا بعد كده برجع له تاني مثلا وهكذا. اوكي، اول حاجه طبعا لازم تكون رابط الليدز بتاعتك بسي ار ام سيستم، سواء اوتوميشن عن طريق مثلا هاب سبوت او حاجات زي كده او هوت سويت، او ان انت تكون عامل سي ار ام خاص بيك انت، تمام، لان انت مثلا ممكن تكون عايز تعرف شويه معلومات دقيقه اكتر جوه السيستم عندك والحاجات دي كلها، مثلا العميل ده مثلا ايه، شويه نوتس عنه، شويه مش عارف ايه. شوف لو انت عايز تكستمايز ممكن تعمل اكسل شيت، تمام، او ممكن مثلا تعمل على كاستيلو او تريلو او حاجات زي كده. فدي حاجات تقدر ان هي ايه تساعدك، لان لو ما فيش سي ار ام سيستم قوي عندك، تمام، للاسف ما فيش بزنس. انت كل الترافيك شانلز دي كلها رنت، يعني مؤجره. يعني ايه مؤجره؟ يعني لو انت لا قدر الله دلوقتي حساب التيك توك بتاعك اللي عليه مليون فولور اتشال او اتحذف او حصل له اي حاجه، شكرا، انت معكش اي داتا للناس دي كلها، تمام. ودي في العالم بالسوشيال ميديا بنسميها رنت ترافيك. على الفيسبوك نفس الموضوع، على انستجرام الكلام ده كله. ولكن ايه هو الاوند ترافيك اللي هو بمعنى صح مش مستاجر، بنسميه الترافيك الملكيه، تمام. ترافيك الملكيه ده اللي هو ارقام تليفوناتهم، الايميل ليست بتاعتهم، تمام. لو انت حابب تضيف اكونتاتهم على السوشيال ميديا اتس اوكي، مفيش مشكله. فانت السي ار ام عندك لازم يكون غني ومشبع بالحاجات دي، تمام. او البروفايلات بتاعت العملاء بتاعتك والكلام ده كله، تمام. لو هم عارفينك وعارفين شكلك والكلام ده كله، بتشتغل بالبروفايل الشخصي والحاجات دي كلها. زي ما قلت لك دي هتكون اهم حاجه لازم تكون موجوده عندك، عشان لو حصل للرنت ترافيك بتاعك اي حاجه في وقت من الاوقات تقدر ان انت تتحرك والبيزنس بتاعك ما يتاثرش. دي نقطه. النقطه الثانيه، عشان لما تيجي تنزل كونتنت وانت الاورجانيك ريتش بتاعك مش مساعدك، تقدر تسع في المحتوى بتاعك وتقدر انت ترجع تتواصل مع العملاء تاني كري اكتيفيت، ان هو انا والله نزلت فيديو جديد اكيد هيهمك لان انا بتكلم فيه في 1 2 3 4، فهيشوف الفيديو ده في قاعده العملاء بتاعتك. تخيل ان انت عندك قاعده عملاء مكونه من 2000 3000 شخص، وباي اي تول ايا يكن ايه هي الاي اي تول دي، قدرت ان انت تبعت لهم ان انت عندك فيديو جديد نزلته، تمام، تريننج جديد، تمام. يعني على سبيل المثال بعد ما انا اخلص الفيديو الطويل ده كله، تمام، ويتمنتج والحاجات دي كلها، هبدا ان انا احطه على يوتيوب شانل عندي. فانا عشان ازود الفيوز هعمل ايه؟ هبعت لكل الليست اللي موجوده عندي، واتساب، ايميل ليست، الحاجات دي كلها، ماسنجر، الكلام ده كله، منها ان انا بجدد تعارفي مع العميل والنشاط بتاعي مع العميل، ومنها ان هو يستهلك محتوى مني، فممكن اكون بضغط له على
نقطه بين عنده وانا بتكلم في الفيديو، فيكون عايز يكلوز الديل على طول معايا. فانا من الاخر كده انا كسبان وين وين على كل الاصعده طالما انا عندي سي ار ام سيستم قوي. تمام. طيب نقط بتحصل جوه الفولو اب بتخليك مش قادر انك تكلوز بيع، وهو الفولو اب مره واحده بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتكون زي ما قلت لك، انت الناس دايما بقولها في الموضوع ده، مش عارف قلتها في اول الفيديو وهقولها تاني، هم مش مهتمين يعرفوا انت تعرف ايه، بس هم مهتمين يعرفوا انت مهتم بيهم قد ايه. ممكن عميل يشترك معاك بعد شهر، شهرين، 3 ايا يكن، بس هو مهتم يعرف ان انت بتتواصل معاه، الكلام ده كله، الحاجات دي كلها. وزي ما قلت لك اللي هيفيدك جوه هنا النكست ستيب، انا هتابع مع حضرتك كمان يومين 3 بخصوص كذا، طيب احنا وصلنا لنقطه كذا، هتابع مع حضرتك بخصوص كذا، 1 2 3، تمام، وهكذا. لكن ان انت عشان تلاقي سبب بعد كده تتابع معاه، لكن فكره ان انت تتابع معاه مناسبه ان انت تتابع معاه، يعني ايه اللي جاي بجد ان انت تتابع معاه او تبعت له، هو نفسه هيستغرب. لكن مثلا لو قلت له انا بتابع مع حضرتك، لان اخر مره اتكلمنا فيها كنا اتكلمنا ان احنا محتاجين بعد كده نتكلم في 1 2 3، حضرتك قلت لي مثلا يوم الثلاث الجاي هتكون فاضي، فانا بتابع مع حضرتك عشان نتكلم في الموضوع ده. خلاص اتس اوكي، انت هنا تابعت وعملت شغلك مظبوط والدنيا دي كلها، عكس ما انت ايه، والله انا يومين 3 وهروح ابعت للراجل ده شكله معاه فلوس هتابع معاه. تمام. في ناس المايند بتاعتها كده ما بتتابعش غير مع العملاء اللي بالطريقه دي، تمام. وهنا احنا دايما بنهندل كذا حاجه، يعني احنا بنتابع مع كل الناس، بس بندي اولويات للناس اللي هي مثلا حاجزه في الكالندر مش عارف ايه الكلام ده كله، بنبدا ندي اولويات لكل ايه فئه. تمام. طيب خلي الفولو اب بتاعك دايما يكون غير مباشر، يعني ما تحسسوش ان انت بتفولو اب معاه، تمام. حسسه دايما ان انت ايه عندك حاجه جديده. دايما من اقوى الطرق برده في الفولو اب الابديت، ان انت بتبعت له ابديت جديد، هاي احنا عندنا ابديت، والله ده احنا عملنا فيديو تريننج جديد بيشرح كذا، في الايجنسي عندنا عملنا 1 2 3، ايه رايك تشوفه؟ فدايما طريقه النكست ستيب وطريقه الابديتس هتكون قويه قوي معاك في نقطه الفولو اب مع العملاء بتوعك. طيب الكواليفاينج محمود، انا طيب انت بتقول لي احجز مكالمات والكلام ده كله، هل انا هطلع مع ناس مش مؤهله او ما انا مش عارف هم معاهم فلوس ولا لا؟ هقول لك بمنتهى البساطه، احنا بنكواليفاي العميل في كذا مرحله، تمام. اول حاجه بتكون جوه الانبوكس، تاني حاجه عن طريق ان احنا بنشوف اصلا مشاكله ايه والحاجات دي كلها، تاني حاجه بتكون جوه الكالندر، احنا بنستخدم سوفت وير كالندلي، تمام. بالمناسبه هو السوفت وير ده من اقوى التولز اللي انا بشوفها في حجز المواعيد، اوكي. عنده تكست ريمايندرز، تقدر تبعت رسائل اس ام اس تكست كمان لو انت اشتركت في الستارتر باكج بتاعته او البرو والحاجات دي كلها، في فولو اب ورك فلو. فانت هنا تقدر ان انت اتكلمنا قبل كده في نقطه زي دي، انك محتاج ان انت تعمل هيت للعميل في كذا مكان، مش بس في الواتساب او الماسنجر او الكلام ده كله، فتقدر ان انت تعمل له فولو اب ورك فلو جوه الايميل ليست ذات نفسه بتاع جوه الايميل بتاعه، فهتكسب برده ان العميل ما جالكش هنا هيروح يرد هنا الكلام ده كله، وهكذا. تقدر ان انت يعني تعمل زي ما قلت فولو اب ريمايندرز، تعمل الكلام ده كله، تعمل اوتوميشن لكل حاجه، تمام. ففي الفولو اب سيكونس بتاعك الحاجات دي كلها. ولو انت عندك ايميل ليست كبيره جدا وعايز ان انت اي تول باوتوميشن تظبط لك الدنيا دي برده كلها في الفولو اب سيكونس بتاعك او في السيكونس بتاع الايميل ليست بتاعتك، فانت عندك ميل تشيمب لحد النهارده اللي احنا بنتكلم فيه مجاني، في خطه مجانيه بتديك تقريبا لحد 5000 او 10000 ايميل، تقدر تضيف لحد 2000 او 5000 شخص رقم، تمام، او حاجات زي كده. فانت في الاول ممكن تستعين بحاجه زي كده لو انت شايف ان انت مش عايز تشترك في البرو، النسخه البرو من كالندري او حاجه زي كده، بس عايز تطبق اللي انا قلته لك الاي اي اوتوميشن ده مع الايميل ليست اللي موجوده عندك. لان ايميل ليست حاجه قويه جدا، الناس بتفتح الايميلات بتاعتها، جوجل ذات نفسها بتبقى عامله ده، ممكن نسميه بوش نوتيفيكيشن، ان هو يجي له ايميل كده فلان بعت لك كذا، حتى لو مش هيفتحه بس ده هيريمايند معاه في حاجه. فاحنا هنا خلصنا نقطه الفولو اب زي ما اتكلمنا، واحنا لسه دلوقتي حاليا في نقطه الكواليفاينج. احنا خلاص اتكلمنا في نقطه ان انا اول حاجه باهل جوه الانبوكس، ثاني حاجه باهل جوه الكالندر بتاعتي، وهنا مربط الفرس يا شباب. مربط الفرس ليه؟ لان انا هنا وانا دايما بحط هنت عن السعر بتاعي عشان اشوف واعمل ايه. يعني انا على سبيل المثال دايما كنت بحط السعر بتاعي جوه الكالندر، لو انت عايز تسهيلات لسداد قيمه الاستثمار اتس اوكي، لو انت مش حابب تشترك اتس اوكي برضو، تمام، مش جاهز دلوقتي، او لو انت جاهز ومعاك القيمه كامله. جربتها لحد مبلغ 5000 جنيه، من بعد كده بدات ان وكنت بصراحه شايف كواليتي العملاء اللي بطلع معاهم الكولز دي عاليه بطريقه رهيبه جدا، لان هو خلاص طالع هو ما فيش حاجه غامضه معاه، انا شرحت له انا هعمل لك ايه وهشتغل معاك ازاي وعايزين نطلع ميتنج نتناقش بكل التفاصيل، تمام. عرف السعر بتاعي
بتاعي وجاوب على السؤال بتاعي، وانا كمان عرفت هو يقدر يدفع قد ايه او ايه اللي محتاجه والكلام ده كله. فاحنا محتاجين نتكلم في تفاصيل الشغل، مش محتاجين نتكلم في فلوس، محتاجين نتكلم في تفاصيل الشغل وهو هيدفع امتى ووسيله التحويل المناسبه والحاجات دي كلها. بعد كده لو انت بقى من 10 او 50,000 و20,000 والحاجات دي، بتدي هنت بس عن السعر بتاعك. الهنت ده ممكن يكون حاجات كتير قوي، ممكن تكون حاطط مثلا اللي هو ايه، طالما انت شايف ايه القيمه المناسبه اللي انت تقدر تستثمرها في نفسك وفي البيزنس بتاعك، تمام، تقدر تستثمر لحد فين، نظرا لان احنا بنعمل هاي تيكت انفستمنتس عندنا او بريميوم تيكت. هتلاقي مثلا بيكتب لك كذا وكذا وكذا وكذا، وهتلاقي اجابات مختلفه. طبعا بينهم بنعرف الكواليفايد، لو هو على اقل بيمنت بلان عندنا وماتشنج معاه خلاص ده كواليفايد، لكن لو لا فللاسف احنا بنروح نتكلم معاه وبنعتذر له بالشياكه بطريقه لطيفه جدا، ما فيهاش اي حاجه اجريسيف او الكلام ده، علشان خاطر وبنقول ان احنا بنهولد الكول والكلام ده كله. اوكي طيب، فلكن لو هو مثلا ماتشنج مع اقل بيمنت بلان عندنا فخلاص ده الكلاينت بتاعي وعنده المشاكل اللي انا بقدر احلها في السيستم عندي او في الايجنسي عندي، فاتس اوكي ان انا اطلع معاه. اوكي، وهنا ببدا المرحله الثالثه وهي ان انا بكواليفاي عندي جوه الكول نفسها، ببدا اتكلم مع الشخص ده بتعمق شديد قوي، تمام، اعرف المشاكل والحلول والحاجات دي كلها. وطبعا السيلز كول او السيلز ميتنج ليها فريم ورك معين، بس انا هقول لك على كذا خطا علشان خاطر تتجنبه في السيلز كولز في نقطه الاوبجكشنز او نقطه الكلوزنج عامه. انا المنتور بتاعي جرب المواضيع دي قبلي، تمام، وقال لي عليها وانا دلوقتي بدوري بنقلها لك. كنت بكلمه في نقطه ايه، في مره قلت له انا في ناس خمس عملاء كلوزد معايا وكنت فرحان جدا، بس مثلا كل واحد فيهم هيدفع اللي هيدفع بعد اسبوع اللي هيدفع بعد اسبوعين والكلام ده كله، فانا اتس اوكي. جيت وقت الدفع اللي اتفقنا عليه صحراء. يعني ايه صحراء؟ يعني الفلوس اتصرفت، مش عارف حصل لها ايه الكلام ده كله وهكذا. فروحت للمنتور بتاعي قال لي بص يا محمود، احنا لو الشخص ما دفعش وهو في الميتنج او بعد الميتنج على الاقل ب 24 ساعه انسى ان هو يدفع لك، هو بس كان بيقول اي حاجه كده لمجرد ان هو ايه يجي ينهي الكول وخلاص. فعلشان كده دايما احنا بنحاول ان احنا نبدا الموضوع ده او نبدا فكره ان ايه، ان احنا بنكلوز مع الكلاينت بتاعنا جوه الميتنج. دي لها كذا طريقه بصراحه، وفي كذا طريقه بعدها او حاجه زي كده، بس زي ما قلت لك لو هو الكلوزنج ماشي كلوزنج معاك ودفع الفلوس بعد 24 ساعه اتس اوكي خلاص، هو مش هيدفع خالص. نسبه ان هو يدفع لك قليله قوي بقى، يعني 5%، يعني ممكن مثلا من كل 20 او 100 كلاينت يعمل معاك حركه زي دي 5 اشخاص يدفعوا بالكتير قوي، 7 أو 10 مثلا. ده لو انت وصلت ل 10 فانا عايز اجي اتعلم الطريقه دي منك من الاخر، لان انت الكونفرجن انت عندك عالي جدا. بس زي ما قلت لك برده من ضمن الطرق اللي وبتجيب معانا جدا في نقطه الكلوزنج لو الشخص هيدفع بعد فتره، تمام، هي فكره ان انا ادخله في مود الشغل وان انا ادخله في الاونبوردنج بروسيس بتاعتي. يعني انا في الاخر ببدا اقول له طيب اول منتور شيب كول عايز ان احنا نحجزها امتى؟ بيبدا ان هو يقول لي ماشي خليها بعد يومين، خليها بعد 3 ايام، خليها بعد اسبوع، تمام. في نفس الوقت دي بالنسبه لي طريقه ذكيه ان انا العميل ده ما خسرتوش وفي نفس الوقت خدت منه كوميتمنت. طبعا الكوميتمنت الاساسي اللي انا بكون محتاجه هو الكوميتمنت بتاع الفلوس، ان هو يدفع علشان اقدر ان انا اسيرف البيزنس بتاعه والحاجات دي كلها. ولكن لو ما قدرتش على الاقل اخد منه كوميتمنت في الفلوس لاي ظرف عنده، فبحاول ان اخد منه التزام في نقطه ايه الوقت او الميعاد. فانا بقول له اول كول عندنا تكون امتى او اول خطوه عندنا تكون امتى، تمام. وبقول له طيب علشان ما نعطلش الدنيا انا هدي لك ليميتد اكسس للممبرشيب بتاعتنا واول كول بتاعتنا والكلام ده كله. هو كده كده عارف ان هو هيدفع. وفي ناس ممكن تجي لك قبل الميعاد الكول بتاعتك اللي في الاونبوردنج بروسيس بتاعك بساعه ويحول لك الفلوس، عشان بس ما تفتكرش ان ايه ده ما حولش قبلها بيوم او الكلام ده كله. ممكن يجي قبلها بيوم او يومين او الكلام ده كله، بس هو بيكون فاهم ده وانت نفسك بتعرف تتابع معاه بطريقه لطيفه في موضوع الفلوس. ما بتحسش بحرج وانت بتكلمه في نقطه ان هو ايه في بيمنت المفروض تدفع، فاهمني؟ لا انت بتقولها له هنا بطريقه لطيفه اللي هو طيب هحتاجك بس ان انت ايه تاكد معايا ان انت دفعت البيمنت بتاعتك الاولى او البيمنت بتاعتك، تمام، علشان خاطر ايه ما يكونش فيه اي عائق، عشان انا عايز ادي لك فول اكسس، علشان ايه ليميتد اكسس مش هيسعفنا اكتر من كده. الطريقه اللطيفه وشيك العميل هيتفهمها والكلام ده كله، وهيبدا ان هو يحول لك الفلوس لو هو لسه ايه ما حولهاش. انت فاهم كده؟ انا اتكلمت على حاجات كتير قوي في المينتاليتي ولازم تكون جوه المايند سيت عندك في البيزنس بتاع الهاي تيكت والهاي تيكت اوبريشنز وازاي الحاجات دي بتحصل والحاجات دي كلها. زي ما قلت لك انا هدفي ان انا اخليك تفهم الموضوع الاول على مستوى المايند سيت قبل ما ابدا بقى اقول لك لا طبق استراتيجيز وتلاقيني طالع زي اليكس هورموزي وبقول لك انسخ الاستراتيجيه دي واجيب لك بقى ورقه كده كبيره هنا وندخل الكاميرا دي نحطها هنا واقول لك ايه اعمل كذا وهتعلي الكونفرجن ريت بتاعك بكذا والكلام ده كله. انا بس عايزك تفهم الاول
الموضوع ده بيكون ماشي ازاي، والعالم ده بيتلعب ازاي، والمايند سيت بتاعته مختلفه ازاي عن اي عالم تاني انت ممكن تكون دخلت فيه، او اي حد تاني في الماركت بيتكلم معاك على حته كاستمر اكوزيشن. احنا ما بنبنيش عندنا جوه السيستم عندنا جاست ان احنا بنأكوزيشن الكاستمر بتاعك او بنستحوذ على العميل والكلام ده كله. احنا بنبني سيستم مستدام باوبريشنز تشتغل لك، سواء اورجانيك او شغلت اعلانات مموله. حتى في الاعلان بنديك الاستراتيجيز والتاكتكس اللي بنشتغل بيها، تمام، والفانلز بتاعتنا والحاجات دي كلها. فاحنا من اول يوم بنشتغل فيه معاك، احنا بنبني سيستم عندك يقدر ان هو يبيع لك، واي حد تتكلم عليه في السيستم ده انت تكون فاهم دنيته ماشيه ازاي عندك، فيقدر ان هو ينبهر. واي حاجه انت ممكن ماشي في الشارع يقول لك مثلا، تتكلموا مثلا في تفاصيل شغل او حاجه زي كده، يقول لك انا عايز اشترك معاك. انا بدي لك يعني ايه سيلز ماشين ماشيه على الارض وماشيه في شكل فيرتشوال. اوكي، زي ما قلت لك عندنا فري تريننج جوه الكوميونتي عندنا. لو حابب ان انت تنضم له ابعت لي بس مسج او ريبلاي او اي حاجه حسب ما انت بتشوف دي ريل ولا ايه، زي ما قلنا قبل كده، وانا هبعت لك اللينك على طول. هتدخل هتلاقيه في الجايدز او الدليل على حسب لغه الجهاز عندك. لو انجلش هتلاقيه جايدز، لو عربي هتلاقيه دليل، وهتلاقي عندك فيديوهات كتير جدا موجوده عندك بكل حاجه بالورك شيتس بتاعتها. حتى في حاجه جزء احنا اتكلمنا عليه هكلمك عنه باختصار دلوقتي، ده اخر حاجه، بس في جزء انا اتكلمت عليه اوكي في جوه عندنا، وهو ايه؟ وهو الفاينانس مانجمنت. ازاي بقى انت خلاص دخل لك عملاء وفي عملاء، ازاي تدير الكاش فلو بتاعك، وازاي تدير الكلام ده كله. انا عملت تمبلت وشرحتها في نقطه الكاش فلو ازاي اديره، والفاينانس مانجمنت لبزنس الانفو اللي هو الكوتش او الترينر او حتى الايجنسي، هتلاقيه برده موجود عندك، تمام. وبكل بساطه انت في تمبلت بتحسب بيها المصاريف بتاعه البيزنس بتاعك والمصاريف الشخصيه، لان لازم تفصل مصاريف البيزنس عن المصاريف الشخصيه وما تدخلهمش في بعض، عشان ايه؟ تقدر توازن حياتك ودنيتك والدنيا دي كلها. والتمبلت الثانيه فيها ان انت ازاي تسجل بيانات العملاء والكلام ده كله. والتمبلت ما تقلقش لو حد لسه مبتدئ في الاكسل والحاجات دي كلها، التمبلت بتحسب مع نفسها، انت بس بتدخل له المعطيات بتاعتك وهو بيحسب لك ايه العميل ده فاضل له قد ايه والحاجات دي كلها وهيدفع امتى والكلام ده كله. دي حاجه اخيره انا حبيت اختم بيها. المره الجايه لما نيجي نتكلم بقى هتلاقيني بعمل لك بقى الشغل بتاع اليكس هرمز، جايبين ورق الحائط كده حاطينه وقلم فلوماستر، ويا ابني تمام انت عايز تزود المبيعات بتاعتك او انت لسه شخص لسه بتبدا، تمام، هتعمل 1 2 3 نسبه الكونفرجن ريت هنا 1 2 هتطلع كذا، هتعمل كذا. كل ده هنبدا نعمله من بناء من الحلقه اللي جايه والفيديو اللي جاي.